معركة وادي اللبن، أو حينما عرف العثمانيون أن المغرب ليس كالدول المجاورة له والتي كانت سهلة الانبطاح. لم تستطع الدولة العثمانية دخول المغرب رغم الحروب الطاحنة والصراعات القوية التي دارت بين الجيشين العثماني والسعدي. وأمام كل هذه التحديات والمضايقات لم يستسلم المغرب، ولم يرفع السعديون المغاربة راية الاستسلام رغم اغتيال سلطانهم، فما كان منهم إلا مبايعة ابنه الشريف عبد الله الغالب الذي رفض بيعة السلطان العثماني، مصرا على التصدي له وقتاله ومتواعدا إياه بالتنكيل بجيوشه. وما كان إلا أن عاود العثمانيون تجديد أطماعهم ورغبتهم في غزو المغرب. ففي شهر مارس من عام 1558 ميلادية أرسل سليمان القانوني جيشه الجرار إلى مدينة فاس، وتولى هذه المهمة القائد الذي كان بما يسمى حاليا بالجزائر حسن بن خير الدين بربروسا، معتقد